حالة انهيار لأم دخلت على ابنها اللي في تانية ابتدائي، لقيته مع بنت خالته اللي في أولى ابتدائي، الاتنين نايمين على السرير وبيعملوا زي أي زوج وزوجة. الأم هنا اتصدمت، ولكن اتصدمت الصدمة الأكبر لما عرفت كمان السبب في الموضوع ده إيه. تعالوا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ده يا جماعة فيديو تحذيري لواحدة متجوزة، جوزها مسافر، واتصل بيها وقال لها إن أنا نازل وعايزك تعزمي إخواتي وتعزمي أخويا. يعني الست فرحت إن جوزها نازل، وبدأت إن هي تكلم أختها إنها تجيلها علشان خاطر تساعدها في يعني إن هي تحضر للعزومة اللي هتعملها. كلمت أختها، وأختها قالت لها خلاص مفيش مشاكل أنا هجيلك، بس أنا هسيب البيت عندك للصبح وهاخد بعضي واروح المصنع، ولما أرجع هبدأ إن أنا أساعدك في اللي أنت عايزاه. حصل حقيقي تاني يوم الصبح سابت بنتها الصغيرة، جابتها اللي هي في أولى ابتدائي عند أختها، وخدت بعضها وراحت الشغل. دي مين؟ دي أختها. اللي حصل هنا إن الزوجة اللي هي اسمها منال بدأت إن هي تحضر وتعمل اللي هتقدر عليه في الشقة، وسابت الولاد هما الاتنين يلعبوا في الصالة، إذا كان ابنها اللي عنده اللي في تانية ابتدائي وبنت خالته اللي في أولى ابتدائي، الاتنين بيلعبوا في الصالة وحاطط لهم اللعب وكده. ولكن مرة واحدة لقت الصوت اختفى والعيال مش موجودين في الصالة. بتنادي على ابنها ما بيردش، بتدور عليه، دخلت اوضه النوم لقيتهم هما الاتنين بيعملوا زي اي اتنين ازواج. الصدمه كانت جامده جدا جدا للام لما شافت ابنها بيعمل كده. مسكته قعدت تضرب فيه، عجنته من الضرب. ايه اللي انت بتعمله دوت؟ قال لها انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، دي هي اللي قالت لي كده وهي اللي قالت لي اقلع وهي اللي عملت كده، انا ممكن انا ما اعرفش حاجه. هي عارفه اخلاق ابنها وعارفه ان ابنها بيتكسف وان ملوش في الحاجات ديت، وهي استغربت جدا. فهنا مسكت كمان البنت وضربتها قلمين ثلاثه. ايه اللي خلاك عملت كده؟ والبنت خافت وعيطت وقالت لها انا عايزه اروح لماما، انا عايزه اروح لماما، وبدات تعيط البنت. المهم مسكت نفسها شويه وبعد كده قعدت تهدي البنت. حقك عليا يا حبيبتي، انا ضربتك عشان خاطر ده كده حرام وكده تخش النار، وما تعمليش كده تاني. انا عايز اعرف انت شفت مين بيعمل كده. قالت لها انا عايز اروح لماما، انا عايز اروح لماما. قالت لها ما تخافيش يا حبيبتي، ده انا بقول لك كده عشان خاطر خايفه عليكي ما تروحيش النار. اللي بيعمل كده غلط وحرام، وانا عارف ان انت حلوه وبنت اموره وعسوله. وجابت لها حاجات حلوه وبتاع وضحكت عليها بكلمتين وكده. وبعد كده قالت لها احكي لي بقى يا حبيبتي، انت شفتي الحاجات دي فين؟ ايه اللي خلاكي عملت كده؟ البنت حكت لخالتها وقالت لها ان انا شفت الحاجات ديت من ماما، بيجي لها صاحبها البيت، وهو لما بيجي هي تقعد تقول لي ادخلي يلا نامي، وانا ببقى مش عايز انام وبعمل نفسي ان انا نمت، وبعد كده بشوفهم هما الاتنين وهم قالعين وهم بيعملوا اللي احنا عملناه دوت انا وابن خالتي. فانا لما شفتهم بيعملوا كده فانا قلت انا كمان اعمل كده مع ابن خالتي. طب يا حبيبتي ليه انت بتقولي الكلام دوت ازاي؟ انت اوعي تكوني غلطانه، ماما ما تعملش كده. قالت لا لا، ده والله بيحصل كده، ده صاحب ماما بيجي عندنا البيت وماما بتستقبله وياكل ويشرب وبيخش هما الاتنين اوضه النوم وبيعملوا الحاجات ديت، وانا شفتها اكتر من مره وهو بيجي عندنا كتير. المهم خالتها قالت لها خلاص انا مش هقول لماما على حاجه، وانت ما تقوليش لماما على اللي حصل وبتاع وخلاص وما تخافيش من اي حاجه. المهم شويه فين وفين اختها جت من الشغل، تقول لك انا استقبلتها عادي كأن ما فيش اي حاجه، ودخلت معايا المطبخ قعدت تساعدني وكده، وانا ما جبت السيره ويعني بقيت ايه، بحاول اداري بقدر المستطاع. لغايه ما قلت لها ممكن بس تليفونك لحسن معيش رصيد، الرصيد بتاعي خلص، عايز بس اعمل مكالمه. قالت لها خد التليفون اهو. راحت مدياني التليفون. فطبعا هنا رحت انا واخداه كده وماشيه بعيد شويه كأن يعني مفيش شبكه، ورحت ماسكه التليفون واول ما رحت داخل على الواتساب وشفت بقى هنا واتصدمت بالبلاوي اللي شفتها. شفت صور بينها وبين بين صاحبها في الشغل زي ما البنت قالت، وصور وحاجات وقله ادب وكلام وحاجات قذره جدا انا اتكسف ان انا اقولها. طبعا لما شفت الحاجات دي رحت اقوم دايسه عليها ورحت بعتها عليا على طول على الواتساب بتاعي، قلت عشان خاطر لما اجي اوجهها ما تقدرش تنكر. المهم رحت دخلت لها المطبخ واديتها الموبايل وقلت لها ايه اللي انا شفته على الموبايل بقى دوت؟ مش عيب عليكي؟ هو انت صغيره؟ جوزك مسافر وراجل بيشقى وبيتعب، ومش دي تربيتنا؟ دي التربيه برضه اللي ربيتها لك بابا وماما؟ في حد يعمل كده؟ ايه اللي انا شفته على التليفون ده؟ قله الادب دي اللي انا شفته ده. على فكره ما تعرفيش بنتك عملت ايه النهارده؟
بنتك النهارده عملت كذا وكذا وكذا، ودخلت عليها أوضة النوم لقيتها مع ابني والاتنين قالعين مع بعض، واللي أنتِ بتعمليه هي بتقلدِك وبتعمله. هي بقى هنا عملت إيه؟ خدت الكلمتين منّي، زعلت ودخلت خدت بنتها وقالت لها يالّا بينا، وراحت واخدة بعضها وراحت ماشية. بصيت لقيت أختي عاملة لي بلوك، ورُحت لها البيت عشان خاطر إن أنا أكلمها وأحاول إن أنا أنصحها، وأحاول إن أنا أشوفها يعني أنتِ بتقاطعيني واللي أنا قُلته لِك دوّة أنا بانصحِك. شافتني من العين السحرية ما رضتش تفتح، وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه. أنا باكلمها علشان خاطر أنصحها وأعرّفها اللي هي بتعمله ده غلط، وما ينفعش إن هي تخون جوزها ومش هي دي تربيتنا، لكن هي للأسف قاطعتني وعملت لي بلوك كمان على الموبايل وعلى الواتساب وعلى كل حاجة، ومش عارفة إن أنا أتواصل معاها ولا إن أنا أنصحها، وقولوا لي أتصرّف إزاي. وطبعًا دلوقتي هي مش عارفة تتصرّف إزاي بعد ما شافت أختها في الوضع دوّة، وبعد ما عرفت كمان إن العيلة الصغيرة لقطت اللي أمها بتعمله. يعني يا جماعة من الواقعة ديّة نشوف إن البنت الصغيرة اللي عملته نتيجة إن هي شافت الكبيرة بتعمل كده، العيل الصغير عمره ما هيعرف الحاجة ديّة إلا إذا كان شاف حد، فإحنا لازم ناخد بالنا كويس جدًا من ولادنا، وإن إحنا ما نخليهمش يشوفوا الأوضاع دي أبدًا حتى لو كان ما بين الأم وبين زوجها، أو إن هم يمسكوا دايمًا موبايلات في إيديهم وقاعدين مع نفسهم، لازم نتابعهم ونشوفهم بيعملوا إيه. وهنا الأخت كمان كانت بجحة، خدت بعضها ومشيت من غير ما هي مثلًا تتأسف لأختها أو تقول لها أنا مش هاعمل كده تاني وسامحيني، ومثلًا إن هي تتوب عن اللي هي بتعمله، لكن كل اللي عملته إن هي خدت بعضها ومشيت وقاطعت أختها. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدًا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.